يا باشا تعالى اقول لك كده على كام حاجه انا عملتها خلي دماغي كده مصحصحه اكتر وبفكر بطريقه احسن بكتير اذكى يعني من الاخر. اول حاجه ومن اكتر الحاجات اللي فرقت معايا، امسك موبايلك، اعمل تايمر 10 دقايق ولا حاجه على الاقل، سيبه واقعد بقى كده، سيب دماغك تلعب مع نفسها كده، اقعد فكر بقى ومش عارف ايه، افتكر حاجات حصلت قبل كده، شوف حاجات هتحصل قدام، شوف انت موقف حصلت لك او او حاجات انت عايز توصل لها. ال10 دقايق دول يا معلم هيخلوك تفهم نفسك اكتر وتعرف انت عايز ايه من الحياه. وفكره انت تفهم نفسك اكتر دي كويسه، انت يعني لما تفهم نفسك هتفهم الناس اللي حواليك، لان احنا كلنا في الاول في الاخر ايه، بني ادمين. تاني حاجه، شوف لك لعبه تلعبها تكون اللعبه دي ايه بتخليك تشغل دماغك، وتكون بتنافس حد قدامك في حاجه كده ايه، منافسه كده وبتاع جميله كده. مثلا انا في دماغي دلوقتي حاجتين مثلا اللي انا بقول لك عليها دي، اما تختار لعبه من الالعاب اللي هي مارشال ارتس والحاجات دي اللي هي العاب فنون قتاليه، يعني كنت بلعب تايكوندو زمان الصراحه واللعبه كانت تحفه. او ممكن تلعب MMA بوكسنج، كاراتيه، اي حاجه من الحاجات دي. في الاوبشن التاني ده الاوبشن بعمله حاليا اللي هو انت تلعب شطرنج، اللعبه دي تحفه. تالت حاجه بقى، انزل واعمل تجارب في الحياه، شوف ناس جديده، اتعامل، اعمل حاجات جديده ما عملتهاش قبل كده، ما اشتغلش قبل كده جرب انزل اشتغل. مع في بقى حاجات في رمضان كده مثلا اللي هي المائدات الرمضانيه دي في ناس بتجهز لها، جرب رمضان الجاي جاهز انت تنزل تعمل الحاجات دي. رابع حاجه بقى، استغل خبرات غيرك، يعني مثلا ايه، اقرا كتب. يعني في كتب زي الاب الغني والاب الفقير دي، يعني المعلومات اللي في الكتاب ده ما كانش حد يعرفها غير لما الراجل نزلها مثلا. ادرس عن علم النفس، ادرس عن اي حاجه انت مهتم بيها في حياتك عامه. فكره ان انت بتدرس وان انت بتروح تعلم حاجه جديده، اي حاجه بتتعلمها بتفيدك في حياتك كلها عامه، يعني مش ان انت مثلا اتعلمت ازاي تعمل فلوس فانت السكيلز اللي بتعلمك ازاي تعمل فلوس دي بتفيدك، مش بس ان انت تعمل فلوس، بتفيدك في ان انت تتعامل مع الناس في كل حاجه عامه، لان هي اي سكيل بتتعلمها مش بتتعلم سكيل لوحدها، لا بيبقى في حاجات تانية مترابطه معاها.